محسن، افتح الايميل كده ووريني انت بعت ايه. هو في حاجة غريبة، انا مش لاقي الميل اللي انا بعته. يا ترى ايه اللي حصل خلى ساندي تخسر اهم مناقصة في حياتها ومستقبل شركتها يضيع واخدت ساندي الجواب وبدأت تقراه، واللي كان مكتوب زي العادة: هربتي، انا مش عارف هترجعي امتى، يمكن الجواب ده هيرجع جنب باقي الجوابات، لكن انا حاسس انك هتيجي وهتيجي النهارده، ولو ما جيتيش انا هفضل اكتبلك كتاباتي ليكي وعنك، هي كأنها الهوا اللي بتنفسه يا ساندي، وانا مش قادرة اعيش من غيرك، مش قادرة اعيش من غير ما اتنفس، فازاي ما اكتبلكيش حتى لو مش هتقريها؟ قلتلك قبل كده اعتبريني معجب والهان، لكن دلوقتي انا بعترف لك اني العاشق المجنون. ايوه يا ساندي، انا مجنون بحبك، عاشق لحروف اسمك. هيجي يوم واوصلك وهخليكي تحبيني زي ما بحبك، وكلمة الفشل مش موجودة في قاموسي. انا عارف هترفضي في البداية، هتتحديني يمكن، لكن يا صغيرتي انا هكون الفارس القدير بالحرب على امتلاك قلبك. مش مستني جوابك، انا خلاص اخدت قراري، استنيتك علشان تيجي وتشوفي جوابي ده او يمكن جواب تاني، لكن انا في انتظارك يا محبوبتي. وما حسيتش ساندي بنفسها ولا بالوقت اللي عدى عليها لحد ما اتفاجئت بتليفون مريم وهي بتقول لها ان هي اتاخرت ساعه كامله، وردت عليها: الو. ايوه يا مريم، انا جايه حالا اهو، معلش سرحت شويه. خلاص يا مريم في العربيه اهو جايه. ايه؟ ازاي؟ امتى ده حصل؟ خلاص اتصرفي لحد ما اجي يا مريم، يلا سلام. يا رب استرها، هو انا ناقصه؟ ووصلت سند الشغل، وأول ما وصلت مريم دخلت لها على طول. ايه اللي حصل يا مريم؟ احكيلي بس بالراحة علشان افهم. جيت الصبح لقيت في ايميل من الشركة اللي داخلين فيها المناقصة انهم حطونا في البلاك ليست علشان ما نفذناش المطلوب، او فيما معناه يعني مش هيتعاملوا معانا تاني. ازاي يعني يا مريم؟ ده احنا مقدمين اقل سعر والشروط المطلوبة. وريني الميل كده اهو يا سندي الميل. ها، ناوية تعملي ايه؟ مش عارفة يا مريم، انت هنا اتصرفتي واعتذرتي، لكن احنا مش فاهمين احنا ازاي خلفنا القواعد بتاعة المناقصة واحنا ماشيين عليها صح. انا بفكر اسألهم ايه هي الاسباب واشوف نسخة من ورق المناقصة اللي المفروض احنا مقدمينه. اكيد في حاجة غلط، لان لو الكلام ده صح هيكون تعبنا السنين اللي فاتت اننا نقوم الشركة دي راح على الفاضي. ربنا يسترها ويكون في حاجة غلط يا رب بقى. احنا تعبنا قوي علشان ندخل المناقصة دي. جمعي لي كل اللي اشتغلوا في الشركة على المشروع ده حالا يا مريم، حالا، ويا رب يردوا علينا علشان بس نعرف نلحق المصيبة ديت. وقبل ما تيجي مريم وباقي الفريق او حتى يوصل الرد لساندي، تعالوا اقول لكم على حاجة. ساندي بعد ما اتخرجت على طول من الجامعة وبسبب اللي حصل معاها مع مصطفى، باباها عرض عليها ان هي تشتغل معاه في مجال التكنولوجيا، لكنها رفضت وكانت عايزة تبدأ مشوارها بنفسها وفي مجال تخصصها اللي درسته في الجامعة في إدارة الأعمال. بدأت تشتغل في مجال المقاولات وبناء الأراضي، وإزاي تدخل مناقصات الشركة لتنفيذ أي مشاريع أو تصاميم على الأرض. وبعد سنة من الشغل قررت تخوض التجربة بنفسها وتفتح شركتها الخاصة، واستعانت مريم مهندسة معمارية، وعجبتها الفكرة قوي، ومريم رشحت ليها 2 من زمايلها المهندسين لمساعدتهم في بداية المشروع. والشركة دي بقالها 4 سنين على أرض الواقع، وأخيرا وقفت الشركة وبقي ليها اسم في السوق، وعلى استعداد إن هي تدخل في أي مناقصة من أكبر المناقصات في الدولة لتصميم وبناء المدينة في أي مدينة جديدة. وديت كانت فرصة حلوة قوي ليها، مستحيل إن هي تفكر تخسرها، لأنها هتكون نقطة تحول ليها وفي مجالها. واشتغلت هي وفريقها كله بكل جهد علشان بس تكسب المناقصة دي. أوقات كتير ما كانوش حتى بيروحوا بيوتهم، وكان فاضل بس أسبوع واحد على إعلان نتيجة المناقصة اللي هي بتتمنى إن هي تكسبها قبل إن يجي الإيميل ده ليها. أكيد عرفتم اللي حصل الصبح، هعيده عليكم. أهم مناقصة للشركة بتاعتنا اتبعت لينا رفض للعرض بتاعنا قبل حتى النتيجة ما تظهر. كمان مش دي المشكلة، إنما يجي إن الشركة بتاعتنا دخلت في البلاك ليست علشان عدم احترامنا لقوانين المناقصة أو حتى الشركة اللي مقدمة المناقصة، فأكيد في حاجة غلط. أحب أعرف إيه رأيكم في اللي حصل ده. بصي، أنا حقيقي مش فاهمة حاجة، بس أكيد في غلط حصل عند الشركة مش مننا يا ساندي. أيوة يا مريم، أنا بسأل بقى إيه الغلط اللي حصل، لأن الشركة دي قديمة جدا في السوق، ومش هي اللي تغلط.
الغلط مننا احنا. محسن، مش انت اللي بعت ورق المناقصة بتاعتنا من على الميل والباسورد معايا انا وانت ومريم، صح؟ ايوه صح، انا بعت الورق لما استاذة مريم ادتهولي، وبعد ما اتأكدت ان حضرتك مضياه بايدك والورق معايا، اتفضلي بصي عليه. وبعد ما بصت ساندي في الورق واتأكدت منه، طب ازاي بقى الورق مظبوط؟ ايه اللي حصل فيه غلط؟ وقبل ما يكملوا الحوار بتاعهم وصل الرد لساندي من الشركة مع نسخة من الأوراق اللي قدموها، وكان الرد عليهم بأن الأوراق والأسعار المتقدمة ليهم أعلى من السعر الموضح في المناقصة، وكمان هما ما بعتوش الرسومات للمشروع، والاستهزاء في النهاية من المديرين وأسلوب غير مقبول. بصت ساندي في الورق ولقيته إنه مختلف تماما عن الورق اللي في إيديها دلوقتي، وفي نهاية الورق اللي هما بعتوه فعلا مكتوب فيه إهانة للرؤساء في الشركة التانية. هي ما فهمتش إزاي. محسن، افتح الإيميل كده ووريني أنت بعت إيه. محسن فتح الإيميل ودور كتير لكنه ملقاش الإيميل. هو في حاجة غريبة، أنا مش لاقي الميل اللي أنا بعته. يا ترى إيه اللي حصل خلى ساندي تخسر أهم مناقصة في حياتها ومستقبل شركتها يضيع في لحظة؟ ويا ترى من مصلحة مين إنه يخلي ساندي تخسر وتقع بعد ما تعبت 4 سنين على شغلها؟ كل ده وأكتر هنعرفه الحلقات اللي جاية، استنونا. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في حلقة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.